إيران من الدول الغنية جدا. تمام. جدا. نفط وموارد أخرى وزراعة وحاجات كتير قوي. ولكن ثروة محجرية تجد هذه الأموال مبددة. مبددة في إيه؟ أولا ينفق على ميليشيات خارجية. تمام. حزب الله هنا مش عارف الحسني ورط نفسه في حرب عراقية 8 سنوات. قعد 8 سنين يحارب العراق. على إيه ما تعرفش؟ إيه الهدف؟ أنا حتى الآن لم أسمع عن هدف من أهداف الحرب العراقية كان معلن إلا الطائفية والعنصرية والسلالية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بعد الحرب العراقية ماذا حققت الحرب للشعب؟ أنا يا أستاذ محمد لما أجي أخش حرب عشان حاجة من ثلاثة. إما لكسب أرض، وإما لكسب نفوذ، تمام، وإما لضغط اقتصادي. يعني أنا بحارب أستاذ محمد عشان إما آخد أرضه، وإما أن أكسب نفوذ عالمي، يبقى لي سطوة عالمية، مكانة دولية، إن أنا هزمت جيش قدامي، وإما إن أنا أضغط على الأستاذ محمد علشان يبقى في بيني وبينه تبادل اقتصادي، يشتري مني سلعة هي موجودة عندي وأنا عايز أسوقها. تمام. حاجة من ثلاثة. هل في واحدة من الثلاثة عادت على الشعب الإيراني بعد حرب 8 سنين مع العراق؟ أبدا. لم يعد على الشعب الإيراني من الحرب العراقية إلا تبديد الأموال وقتل الرجال. بالظبط. تبديد الأموال